السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الاضحى المبارك. ويعني ايه عيد اضحى مبارك؟ يعني عايز زبده طبعا، يعني عايز سمنه بلدي. فاحنا النهارده هنعمل مع بعض الفيديو البسيط ده، وهو هنحول السمنه العاديه لزبده ان شاء الله. فهي عباره عن ايه؟ القشطه بتاعت وش اللبن. بص انا شايله كذا كذا مره، شلتها على بعضها لما حوشت الحبه الكميه دي. وطبعا ايه حطيتها في حله وهحطها على النار اسيحها، وهوريكم شكلها برضو ان شاء الله لما اسيحها. واي نوع سمنه عاديه بقى عندك، فرن، اي حاجه، اي نوع، حتى السمنه اللي هي السايبه العاديه تقومي حطها عليها هتفرق جامد جدا جدا، وهتحسي انها زبده بلدي خالص خالص. وان شاء الله نحطها على النار ونوطي عليها واوريها لكم. اهو يا حبايبي ولعت عليها النار، ووطي عين البوتاجاز عليها، ما تخليهاش عاليه عشان ما تتحرقش منك، وكل شويه تقلبي فيها عشان برضو ما تلزعش. وهوريكي شكلها بعد ما تسيح ويبقى في النهايه خالص. هوريكي امتى تحطي السمنه العاديه بتاعتك او اي نوع. اهو يا حبايبي وده شكلها. بصوا المرطه بتاعتها ما خليتهاش تغمق عشان هي لسه هتاخد كام غلوه. السمنه بتاعتك تحطيها بقى عليها في الوقت ده، وتسيبيها تغلي معاها يعني ايه قد 5 دقايق كده، يعني لغايه ما تسيح. وبرده تسيبيها تغلي غلوتين 3، وبكده تبقى احلى زبده ان شاء الله، احلى زبده تاكليها باذن الله. وبكده عملنا زبده بطريقه مختلفه. مره عملتها لكم مع بالقشطه وفي الخلاط، والمره دي عملتها ايه سيحناها مع بعض اهو كده لغايه ما تسيح. واول ما هتسيح وهتفكي معاها هوريكم شكلها عامل ازاي ان شاء الله. وهو كده يا حبايبي خلاص الحمد لله خلصت كده. وبص هو ده شكلها، وعايزاكم تدفعوا عليها وهي بالشكل ده. كده عملنا احلى زبده مع بعض، احلى سمنه جميله هتعملي بيها الرقاق والفته. وكل سنه وانتم طيبين. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك بتاعكم واللايك الجميل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.